انما المرسيدس دي من يعني يعتبر عربيه الفقير زي ما بيقولوا. النهارده انا عند الحاج احمد جابر صاحب مقوله خلت الناس تغير فكرتها عن مرسيدس، قال لي دي مرسيدس عربيه الفقير. وانا معايا الراجل اللي قال لي الكلمه دي. لتاني مره الناس برضو كانت بتسال ازاي مرسيدس عربيه الفقير؟ هي عربيه الفقير لان هي كل حاجه فيها معمره زي ما قلنا قبل كده، وان هي بتستحمل وكل حاجه قطع غيارها بتعيش قد العربيات الثانيه مرتين وثلاثه، فعشان كده هي عربيه الفقير. انت بتجيب الحاجه مره واحده وخلاص كده فيها وتنتهي. يعني انا راكب عربيه هي اقل حاجه فيها ممكن في الوقت الحالي داخله في سعر مثلا ال 3 4 مليون جنيه، ولو يوزد هنقول مثلا ان احنا ممكن نركب حاجه في نص مليون جنيه تبقى راكبين حاجه تسعيناتي تقريبا، صح؟ بالظبط. العربيه دي تبقى عربيه الفقير ازاي؟ لا، هي عربيه الفقير مش يعني العربيه دي اصلا يعني لكل فئات مصر كلها، فيها الفئه العاليه وفيها الفئه المتوسطه وفيها اللي هي الفقيره يقصد يعني وكده، فهي واخده كل المستويات اللي في مصر كلها. طيب لو انا جاي دلوقتي وبسالك انا محتاج عربيه في كل 10 سنين من السبعينات الثمانينات التسعينات الالفينات، ايوه رشح لي كل عربيه. المرسيدس في كل العصور، شوف لغايه دلوقتي شغاله السبعينات والثمانينات. انا مستغربها لحد دلوقتي ماشيه واداء زي الفل وشغاله 100 100 لغايه دلوقتي، وقطع غيرها موجوده ومتوفره وكل حاجه تمام. طيب يعني انا مثلا على حد قولك كده السبعينات اركب معدله، وممكن الثمانينات اركب تمساحه، التسعينات اركب زلموكه بالظبط كده. طب الفينات بقى و2010 الفينات العيون من احلى العربيات اللي اتعملت في مرسيدس كلها، هي العربيه العيون يعني هي ال 210 يعني. وفتره بقى 2000 بقى لحد 2010. ايوه دي بقول لك هي مثلا 210 و 211 العربيات دي كلها ممتازه يعني. ومن 2010 قطع غيار السيهات بقى اكيد طبعا. السيهات دي العربيه اللي هي الشبابي مثلا، والعربيه الاي مثلا راجل الاعمال اللي هو المتوسط، والايسات اللي هي العربيات اللي هي الناس الفخمه يعني الرؤساء وبتاع والكلام ده كله، والناس الباقه بتاعت مصر كلها. طيب ايه اغرب اعتقاد انا عارف ان حضرتك مثلا شغال في مجال السيارات مع مرسيدس بالذات فوق ال 30 سنه. طب ايه اغرب اعتقاد سمعته عن عربيات مرسيدس حد جه يحكي يعني الناس كانت بتيجي تقول لك مثلا العربيه دي قطع غيارها غاليه جدا، اللي بتاكل بنزين كتير وبتاع وكده، انما مفيش الكلام ده كله ده. يعني انا مثلا العربيه اللي ورايا دي انا معلش دي موديل ايه؟ 2015 مثلا. عربيه زي دي استهلاكها عامل ازاي؟ طب هل السقف بتاعها اللي كل شويه بيتحرك دوت وينزل ويفتح؟ لا شغال زي الفل، مفيش اي مشاكل فيه ولا مفيش اي مشاكل فيه خالص. يعني عمليه جدا عمليه وشباب وجايبه كله يعني. طب هي جايه بقى عطلانه على ايه؟ هي مثلا دي كان فيها شغل في العفشه مثلا بتاعتها بس كده تربيطات والكلام ده. بالظبط كده. لكن مرسيدس ما بتجيش في عيب كارثي. لا مش كده، زي عربيه تاني، بس هي احسن طبعا من اي عربيه، بس دي حاجتها يعني ايه مش زي ما الناس معتقده ان يقول لك دي عربيه غاليه وحاجتها وفيها مشاكل كتير، ما فيش الكلام ده كله. دلوقتي العربيات الجديده دي كلها مبسطه، تحط العربيه مثلا على الجهاز او الفيشه، يعني تحط الفيشه بتاع الجهاز تعرف كل اعطالها، بتريح في كل حاجات كتير. لكن هي مش العربيه اللي هي يقول لك لا يا عم ده قطع غيارها غاليه قوي او لا عالي، او العربيه اصلا الموتور بتاعها كبير. لا مفيش الكلام ده خالص، عربيه 100 100 وقطع غيارها وصيانتها، وتلاقي في كل حته دلوقتي مركز خدمه للمرسيدس وورش كبيره وورش صغيره وكله شغال يعني، وكله عنده الاجهزه دلوقتي وكله ده. المره دي بقى برضو انا جاي لك عشان الناس عندها مطلب جماهيري. عايز تعرف ايه اللي يميز الالماني وخصوصا النجمه عن اي عربيه تاني؟ يعني ايه الماني؟ انا مش انا اللي هقول لك يعني المرسيدس دي عامله ازاي، الناس كلها بتتكلم عن المرسيدس وبتتكلم عليها وعارفه متانه المرسيدس دي ايه وقوتها ومتانتها في كل حاجتها وقطع غيارها المعمره ال 100 100 يعني عمر العربيه المرسيدس في اي قطعه غيار، ولا نفترض مثلا من العفشه للموتور لاي حاجه، مع العربيات الياباني مثلا لا تعيش دي قصاد دي قد ايه؟ مثلا دي ممكن تعيش قد دي 3 مرات. يا نهار ابيض. 3 مرات في اليوم. يعني انا اغير تيل في مرسيدس انا اغير 3 تيال في اي عربيه تاني، في عربيه ياباني. بالظبط. 3 تيال دول بيتغيروا مثلا على 4 سنين 5 سنين او 3 سنين حسب الاستهلاك مثلا لو شهر. بالظبط يعني. لا هي معمره، عربيات حاجتها معمره وتعيش يعني غير اي عربيه تاني، طول ما قطع غير اصل وشغاله تمام تلاقيها تعيش معاك وتبقى وما زال سعرها رغم ان ممكن اسعار العربيات غليت شويه. انا برضه بسمع ان اسعارها يعني انا تفاجأت في عربيات مرسيدس من 70000 جنيه. في ب 50000 مش ب 70. في عربيات يعني المعدلات والحاجات دي كده. المعدلات اللي انت الوحيد اللي قلت لي في مصر ان هي بتشتغل غاز عادي. بتشتغل، كل مرسيدس بتشتغل غاز عادي. كل مرسيدس بتشتغل اللي ورانا دي بتشتغل فيه غاز وبينزل في منها غاز برضه. يعني في عربيه الغلبان عربيه الفقير وبتشتغل غاز برضه. ايوه بتشتغل بالظبط. طب انا بقى المره دي هاخدك بقى وريني الحاجات اللي فعلا انا عايز افهم ليه دي
الماني واتقال عليها الماني وليه دي فعلا ياباني وكوري. تمام. يلا بينا حد. يلا يا باشا. يلا بينا. بص تعالى انا اوريك انا دلوقتي العربيه دي عربيه اسمها ال 140 الشبح اللي هي بنقول عليها. دي عربيه سناتي. دي عربيه دي موديل مثلا دي 94. يعني بالنسبه للي هي الانطره دي شوف شايله العفشه كلها وشايله الموتور وشايله كل حاجه دي. يا باشا دي تشيل بالنسبه سقف عمارة. تشيل على عماره مش تشيل عليها بالظبط كده بالظبط. وهي كاميرا، هي كاميرا حديد بالظبط كده. وده غير بقى فرش الشاسيه بتاعها قويه جدا، غير ان كل حاجه فيها كويسه العربيه. وعلى فكره يعني الحوض على قد ما هو كبير بس هو الموتور الحوض بسيط وشغله بسيط. يعني انت يعني مهما يكون شوف انت ايه هي احلى حاجه بتميز مرسيدس ان انت تعرف تشتغل فيها كويس وانت مرتاح. دي القواعد، دي قواعد الموتور، دي قاعده ودي قاعده. ليه هو الموتور بقى فين بقى على كده؟ الموتور بيقعد على قعدتين، ده بيبقى فيه قعده ثانيه هو خارج مخرجين شكمان. مخرجين شكمان. المواتير السته تطلع بمخرجين شكمان. على كل ست كل ثلاثه على جنب بالظبط كده، جنب واحد، واخد بالك. بالنسبه بقى للموتور بتاعهم كل حاجه دبل اصلا. كل حاجه بالظبط. ده الموتور اللي كان المفروض بتاعهم، ده موتور الشبح ال 140. الموتور ده كان اصلا معمول من الزهر. الزهر ده بيستحمل وقوي جدا، غير المواتير الالومنيا اللي هي ايه طالعه جديده، العربيات الجديده كلها. يعني الزهر افضل من الالومنيوم؟ طبعا، ويستحمل وبتاع سخونه ويستحمل كل اكتر. طبعا ملاحظ السير الكتيره بتاعها جنزير. جنزير. هو كل المرسيدس كله جنزير. كل المرسيدس جنزير، ما فيهوش يعني كده معمر. يعني معمر جدا طبعا. بيركب مره واحده في لا بيركب ويتصال بقى، بيتعمل له صيانه كل مثلا فتره طويله، بس بياخد يعني عمر طويل يعني. ده بالنسبه ما شاء الله ما شاء الله. ده قد موتور النقل. ايوه بالظبط كده. لا بجد ما شاء الله ده. يلا طب ايه بقى وريني يعني ده التسعينات. دي التسعينات، ده 95. انا عربيه الشبح دي حاجه من حلم حياتي، بس في قطع غيارها حد قال لي لا خلاص. لا قطع غيارها رخيصه ومتوفره وكل حاجه. لا موجوده، كل حاجه دي موجوده ومتوفره وبكثره يعني كمان. حد قال لي فعلا العربيه دي انتهت، ولو انت معاك شبح دخلها احلال. لا مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام ده. دي عربيه اسمها 212، عربيه سي جي اي، عربيه يعني ممتازه من العربيات ومن احلى المواتير واوفر المواتير يعني. كان فيها عيب بس بسيط، هو دايما بيحصل فيه اللي هو موضوع التروس بتاع الكام. بتاعت السي جي اي ان هو المواتير بتكسر التروس. بالظبط كده، بس بتتعالج. بس هل ده عيب دايم ولا هو عيب يخوف؟ لا ما يخوفش ولا حاجه، هي كل فتره بيتعمل مثلا انما شغال زي الفل وما فيش مشاكل، طالما اتغيروا التروس بتشتغل 100 100. حاج احمد ده من الناس على الفيسبوك بيجيبوا العفشه الالماني والعفشه الكوري والعفشه الياباني ويقارنوها ببعض. لا طبعا مفيش. ايه اللي يميزها بقى؟ ميزها العربيه المرسيدس ما تقارنش يعني بالعفشه الثانيه. العفشه المرسيدس دي تعال بص معايا عليها كده، هتلاقيها عباره عن مقصات وعن بارات داخليه وبارات خارجيه وشمعدان ومقص عيل ومقص سفلي من اجمل. بص المقص تخنه ايه انا ملاحظ اكتر ان هو كذا حاجه، يقول لك العفشه الطنبوره بتبقى راكبه في 5 6 حاجات. لا هي بتبقى راكبه مثلا في الشمعدان، حاجه اسمها الشمعدان، والبارات راكبه فيها، والمقصات. ده مش موجود في اليابان؟ لا موجود طبعا في كل عربيه، بس بقى ايه بيختلف بقى الخامه، بيختلف ده من دي، فرق الخامات بس. طبعا. هي النظام بيبقى معظم العفشه بيبقى واحد يعني.